ازاي خسيت 14 كيلو في 3 شهور. الموضوع بالنسبة لي كان مختلف شوية، لأن عمري ما كنت بعاني من زيادة في الوزن ولا بفكر أصلا إني أخس. بس إدماني للحلويات كان ليه رأي تاني في جسمي داخليا. فجأة تعبت واكتشفت إن عندي مقاومة أنسولين، وفي اللحظة دي بس فقت. أصل الصحة يا جماعة مفيش حاجة هتعوضها. وأول قرار خدته إني أوقف كل النشويات، رز، مكرونة، عيش، معجنات. وده بالنسبة لي أحسن قرار أنا أخدته. عرفت ازاي انوع في الوجبات ما بين بروتين وخضار وفاكهة. وتاني قرار خدته الصيام المتقطع، اللي كان بالنسبة لي سحر. ابتديت بصيام 12 ساعة لحد ما وصلت ل 16 ساعة. هقول لكم الحقيقة، أنا تعبت قوي في الأول، كنت بجوع وبقاوم إني ما لخبطش في الأكل. بس واحدة واحدة جسمي خد على النظام ده. أفتكر أول يوم ما حسيتش بالجوع، وخصوصا كان بالليل. عملت زي أحمد حلمي في فيلم إكس لارج لما قال أنا مش جعان. إحساس الانتصار ده خلاني أكمل لحد ما بفضل الله دلوقتي ما بقاش عندي مقاومة أنسولين. الحياة الصحية مش صعبة يا جماعة، هي عايزة عزيمة. عايزة الواحد يعرف يستمتع بالوجبات اليومية وينوع فيها إزاي. ما بحبش أقول إني عاملة دايت، لأن ده مش دايت، ده أسلوب حياتي دلوقتي. أنا باكل كل حاجة، بس الكمية هي اللي بتفرق. الصحة نعمة كبيرة قوي، لازم نحافظ عليها. حاولوا تستمتعوا بالحياة الصحية على قد ما تقدروا.